ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده واحد اهلاوي هيكون بيشجع ايه؟ ليفربول، يبقى بيشجع صلاح. النهارده للاسف كان في مباراتين في نفس الوقت، الواحد محتار يتفرج على مين فيهم بالظبط. فللاسف كان في الاهلي وبيراميدز، ماتش قمه طبعا في الدوري. ساعه ما بيراميدز كان فريق عادي واتغير اسمه بقى بيراميدز، وجابوا لعيبه محترفين وفي صرف على النادي وفي هيصه وموال. النادي بقى فريق كبير زي الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي. يا ريت الاسماعيلي يرجع زي الاول عشان يبقى فيه منافسه. النهارده كان في مباراه قويه بين الاهلي وبيراميدز وليفربول، محمد صلاح طبعا نجمنا المصري، و برنتفورد في الدوري الانجليزي طبعا. فكنا لازم نتفرج على مباراتين كانوا في نفس الوقت. فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قلنا طبعا كلكم هتقولوا ان واحنا اتفرجنا على محمد صلاح ليفربول. للاسف لا، عشان احنا مهما صلاح لعب ميسي هيعتزل بدك اللعب، لكن احنا دايما روحنا وكل تشجيعنا مع فريقنا النادي الاهلي. يعني احنا بنشجع الاهلي ابا عن جد، غير ان هو فريق قوي جدا جدا، واحنا حبيناه من لعبه، من لعبه وطريقة لعبته من ايام ابو تريكة وبركات وايام زمان. فطبعا فريق النادي الاهلي هو فريقنا الاول والاخير. ليفربول احنا بنشجعه عشان محمد صلاح، لان انا ليفربول اساسا لو انا بشجع، لا اشجع جوارديولا السيتي، اشجع ارسنال. في فرق قوية جدا في الدوري الانجليزي. تمام. طبعا بحب الدوري الايطالي. انت يعني احنا بنشجع كلنا طبعا ليفربول عشان خاطر ابو الصلح. فطبعا ابو الصلح النهارده اتغلب، اتفرجت على الماتش ازاي؟ واتفرجنا على الاهلي طبعا اساسي، عند الاهلي بيراميدز. لو كان اهلي واسوان كان برضك الواحد هيتفرج على الاهلي. طبعا انا بكدب ده كله، بس انا اتفرجت فعلا على الاهلي وبيراميدز، وخطفت ما بين الشوطين ليفربول محمد صلاح. وبعد الماتش لما الاهلي خلص كملت ماتش ليفربول، لان كان لسه ليفربول شغال. طبعا ليفربول اتغلب النهارده مباراة زبالة. محمد صلاح جاله كور كتير، يعني جاله كور اللعيب جه قدامه، طب ما تسيبه يشوطها، سيبه يشوطها. وصلاح عمل يعني شوية. الفرقة كلها كانت صعبة جدا وحاجة زفت، حاجة يعني ما تتفرجش على ماتش زي ده لليفربول. والواد بتاع الفريق التاني برنتفورد كان عندهم واد اسمر كان مجنن دفاع ليفربول، هو اللي خلص طبعا المباراة لصالح برنتفورد واخد الثلاث نقاط. طبعا ليفربول بسم الله ما شاء الله فل شمعة منورة السنة دي، والمباراة دي طبعا كان نفسنا ان هو يغلب عشان يبقى ياخد 3 نقاط ويحاول يدخل في المربع الذهبي، او يحاول حتى يدخل في مربع. كان نحلم بقى ينافس، نحلم شوية. طبعا كل ده شكرا، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير يا جناب الكوماندا مهم. طبعا الاهلي النهارده عمل مباراة حلوة وكسب طبعا بيراميدز باهداف رائعة. الجون اللي جيت في التالت في الشناوي ده طبعا اللي هو دخل بيده جوه المرمى، يعني بدك توازنه بدك. طبعا احمد الشناوي جون كبير واحنا مش هنقدر نقول عليه اي كلمة. والاجوان طبعا ده بتلعب الاهلي، فاهم؟ فالماتش كان جامد. طبعا بيراميدز قالت احنا عاوزين حكام اجانب، جابوا الحكام الاجانب. للاسف الحكام الاجانب يعني اي همسه او لمسه او غمزه مش هيحسبها لك. هم هناك عشان يحسبوا يصفر كده او يحسب فاول او ضربة جزاء او الحاجات دي الحلوه دي، لا لازم لا مؤاخذه يعني تكون انت غازز اللعيب او جايب رقبته 2. تمام. طبعا هو الدوري الانجليزي كده، دوريات اوروبا حتى كاس العالم كان اللعيبه بتقطع بعض في الملعب، لعيب تلاقي جايبه من فالنا ومن رقبته ومن بطنه، يعني بص، وكمان شويه شايله وبيطلع يجري بيه. بس الحكم ما بيصفرش الا لما يكون اللعيب فعلا فيه خطأ كبير جدا ضده. طبعا لما جه النهارده عشان يحكم مباراة الاهلي بيراميدز، للاسف اي همزه او لمزه او غمزه ما بتتحسبش. وطبعا لان لازم عشان يحسب او يصفر يرفع صفاته ويصفر لازم تكون حاجه قويه في الملعب. فللاسف الحكم كان ضد بيراميدز وكان مع الاهلي. ليه؟ لانه كان بيحكم التحكيم الاوروبي مش التحكيم المصري اللي احنا طبعا بنشوفه. تمام. فمبروك للنادي الاهلي والحمد لله بقينا اول الجدول، وهارد لك لليفربول، وربنا يستر على محمد صلاح السنه دي احسن يجواله حاجه، لان معاه حبه لعيبه فل شمعة منوره
وانا رأيي بصراحة كان صلاح يمشي من زمان من ليفربول الموسم ده، لان انا عارف ان ليفربول مش هيدي تاني. وكلوب عملها قبل كده مع دورتموند، اخد موسم مرة واخد دوري ابطال اوروبا، وبعد كده كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. يلا مبروك للاهلي وهارد لك لليفربول. يا رب القادم يكون افضل ويكون احسن. يا رب اكون عليكم خفيف. متنساش تعمل متابعة، متنساش تعمل احبابته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.